سأتحدث عن مرض الرئة الخلالي، والذي يعرف اختصارا بصفتي طبيب أمراض الرئة. أرى العديد من المرضى الذين يعانون من والذين يأتون إلينا في مراحل متأخرة جدا من الحياة، حيث تكون الأعراض الشائعة هي السعال الجف الذي يستمر لدى هؤلاء المرضى، أو صعوبة بسيطة في التنفس. قد يكون هناك احتمال لوجود أمراض مثل الربو أو بعض الأمراض الأخرى التي تم علاجها في مكان آخر، لكنهم ينتهون بمشكلة كبيرة تسمى مرض الرئة الخلالي، والذي قد يصبح في بعض الأحيان غير قابل للشفاء إذا ظهر في مرحلة متأخرة. لذا فإن المرضى الشائعين الذين قد يطورون في المستقبل هم أولئك الذين يعانون من آلام المفاصل المشابهة لاضطراب النسيج الضم، والذين يتلقون علاجا روماتيزميا. هؤلاء المرضى لديهم خطر مرتفع لتطوير مرض الرئة الخلالي. والنوع الثاني هم أولئك الذين لديهم مدخنين مزمنين. المدخنون الشرهون يطورون أمراض الرئة الخلالية والمرض. في الغالب في الوقت الحاضر نحصل على العديد من المرضى الذين لا ينتمون إلى مشكلة التدخين أو الروماتيزم، يقعون تحت التهاب الرئة التخسسي، وهو نوع من المشاكل التحسسية. هذا النوع من التهاب الرئة التخسسي يحدث في المرضى الذين يتعرضون للحمام، الببغاوات، الكوكاتو، والطيور الغريبة. لذلك هؤلاء المرضى يطورون درجة عالية من التعرض للمستضدات من هذه الطيور، أو قد يواجهون مشاكل متكررة مثل السعال المستمر. هذا التعرض المتكرر للمستضدات يسبب تلفا في الرئة. مع كل هذه الحالة يمكن التعرف عليها باستخدام فحص بسيط بالأشعة المقطعية عالية الدقة. لدينا اختبار لوظائف الرئة اللف يعطي فكرة عن كيفية تقليل سعة الرئة لدى هؤلاء المرضى. لذلك بمجرد الحصول على تصوير مناسب باستخدام الأشعة المقطعية وتحديد سعة الرئة، يمكننا تحديد مستوى مرض الرئة الخلالي. وبالتأكيد يجب أن نبدأ العلاج، لأن تأخير العلاج سيؤدي إلى تدهور التوقعات.